في آخر الأخبار، تم تأخير انطلاق مباراة نصف نهائي لرياضة كأس الجزائر. وعبر صحافة الجزائر، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعة الأخبار، تصدر خبر كأس الجزائر تأخير انطلاق مباراة نصف النهائي. محركات البحث العالمية، ونتابع معكم تفاصيل ومعلومات كما وردت إلينا. وإلى الآن إلى التفاصيل. تم تأخير انطلاق مباراة نصف نهائي عمر سلامي. وأعلنت لجنة تنظيم كأس الجزائر عن قبول الطلب المقدم من قبل التلفزيون الجزائري العمومي الناقل الحصري للمسابقة بتأخير وقت انطلاق مباراة نصف نهائي بربع ساعة. وستنطلق مباراة مولودية الجزائر والنادي الرياضي القسنطيني، والمباراة الثانية للدور النصف النهائي بين اتحاد الجزائر وشباب الوزداد على الساعة 9 ليلا. وتلعب مباراة مولودية الجزائر ونادي الرياضي القسنطيني يوم الثلاثاء 23 أفريل في ملعب ميلود هدفي بوهران. ويواجه اتحاد العاصمة شباب الوزداد في اليوم الموالي أي الأربعاء 24 أفريل في ملعب نيلسون مانديلا ببراقي. وستكون حصريا نقل مباراة هذه الفرق نصف النهائي ولكأس الجزائر منقولة على القنوات الجزائرية حصريا.